الفيديو ده عايزاكم تعتبروه كده فيديو فضفضة، عايزة اتكلم مع حد وافضفض مع حد واخد رأي حد برضو غيري، يعني عشان اشوف انا صح كده ولا غلط في موضوع كده حازز في نفسيتي كده شويتين. فعايزاكم كده تسمعوني وتاخدوني على قد عقلي، وبعد ما تسمعوني عايزاكم انتوا كمان برضو تكتبولي كده رأيكم في الكومنتات. دلوقتي كل ما بفتح الفيس واقعد اقلب فيه كده تقريبا يعني حوالي 90% من الاعلانات اللي بتجيني عن الفيلر وعن البوتوكس وعن المايكرو بيلدينج والهارد جيل. بجد الموضوع بقى مستفز للغاية. انا مش عارفة يعني ايه كل همنا دلوقتي او هم الستات والبنات ان هما يدوروا يعملوا هارد جيل ومايكرو بيلدينج وبوتوكس وفيلر بطريقة غير طبيعية. الموضوع بقى منتشر جدا وبقى اوفر قوي، وانا حاسة ان التقدم بقى يعني بطريقة سلبية مش ايجابية نهائي. ليه بقى؟ لان للأسف الشديد كل واحدة بتروح تعمل حاجة زي كده هي بتروح تعملها علشان خاطر هي فاكرة ان هي كده بتحسن من نفسها وبتجمل نفسها. وللأسف الشديد ان مش كل اللي بيعملوا حاجات من دي بيتحسنوا او بيحلوا. بالعكس، في منهم ناس كتير جدا الموضوع بيقلب معاهم بحاجة سلبية جدا، وكمان بيبقى شكلهم فيك قوي، وبيبقوا هم شايفين ان هم كده الله احنا عملنا حاجة تجميلية بقى وكده احنا بقينا احلى واجمل، في حين ان اللي بيشوفهم بيبقى شايف ان هم فيك، وبيبقى كل حاجة هم عاملينها باينة ان هي غير طبيعية خالص. فتقريبا بقينا في زمن كل الستات والبنات، بلاش كلمة كل دي، خلينا نقول يعني نسبة كبيرة جدا من الستات والبنات بقت ستات فيك وبنات فيك، وده للأسف الشديد بيبقى باين، ومش هي دي الحلاوة ولا هو ده الجمال. لكن للأسف من كتر الإعلانات ومن كتر التطور زي ما بيقولوا كده الزن على الودان أمر من السحر، فطبعا الناس بتنجذب لكل ده. ويعني الحاجة بقى الأضخم من كده واللي مضايقاني جدا الستات والبنات بقى اللي ما عندهمش إمكانيات، اللي ما عندهمش إمكانيات يروحوا يعملوا حاجة زي كده، بيقعدوا يتفرجوا ويشوفوا دي عملت ودي عملت مش عارفة ايه، ودي جملت من نفسها مش عارفة بإيه، ويشوفوا الإعلانات طول النهار وبيبقى نفسهم هم كمان يعملوا حاجة زي كده. بس هم يعني الامكانيات بتاعتهم مش سامحه، فده بيخلي نفسيتهم حرفيا اقسم بالله صفر. صفر ليه؟ لان هم شايفين ان هم ولا هيبقوا حلوين ولا هيبقوا جمال غير بالحاجات اللي طالعه دلوقتي دي. طب هل هو زمان الستات بتوع زمان والبنات بتوع زمان كان عندهم كل الحاجات اللي موجوده دلوقتي دي وكل التطور اللي احنا فيه دلوقتي ده؟ نهائي والله. عارفين الستات زمان والبنات زمان كانوا بيعملوا حاجات اقل من البسيطه وكانوا حلوين جدا، كانوا جمال رباني كده زي ما بيقولوا. كانوا بيغسلوا شعرهم بالصابونه العاديه ويدهنوا في فازلين، وبعد كده يلفوا شعرهم طاقيه، وبعد كده يفكوا شعرهم لما ينشف ويبقى شعرهم ده حرير وفيه لمعه جباره وبيبقوا زي القمر. وبيغسلوا وشهم بحاجات عاديه جدا جدا، لو عندهم حته كريم مرطب كده بيحطوها وخلاص وبس، وكان الله بالسر عليم، مفيش اكتر من كده. وكانوا طبيعيين جدا وجمال جدا، ما كانش فيه الهوس اللي موجود دلوقتي ده اللي بجد قرب يجننا ويجنن كل البنات والستات، وقرب يدمر نفسيات ستات وبنات كتير جدا ما عندهاش الامكانيات دي. فانا بجد مستغربة. ويعني عايزة اقول ان مش كل التقدم وكل التكنولوجيا بتكون حلوة، لا، في اوقات ما التكنولوجيا والتقدم ده فعلا بيكون ضار جدا وعامل زي السم كده اللي بيتحط للناس في العسل. يعني دلوقتي هم بيقعدوا يعملوا اعلانات كتيرة قوي قوي على ان دي هتبقى احلى ودي كده هتبقى اجمل، لو عملتي حواجبك مش عارفة ازاي هيبقى شكلك ايه، وفي الاخر كل ده بيبان ان هو فيك. بس الناس شايفة ان ليه ما اعملش ما دام عندي امكانيات ان انا احسن من نفسي. انا ما بقولش ان احنا ما نهتمش بنفسنا، وما بقولش ان احنا ما نعملش الحاجة اللي احنا محتاجينها، بس لو كنا محتاجينها ضروري. يعني مثلا انا دلوقتي عاملة تقويم، انا مش عاملة تقويم كده يعني هيافة ولا علشان خاطر انا معايا شوية فلوس زيادة، انا عاملة تقويم عشان انا عندي مشكلة فعلا في سناني، لان الطبيعي ان الناس سنانها تكون جنب بعض، انا سناني مثلا مش جنب بعض، فدي حاجة ضرورية. وفي حالات تانية برضو بتعمل حاجات بتكون ضرورية ما بتكونش ترفيهية، فدي انا مش ده اللي انا بتكلم فيه يعني. انا بتكلم في الحاجات الترفيهيه. طب ما انا عندي حواجب، اروح اعمل مايكرو بيلدينج ليه؟ ليه لازم اغير من شكل حواجبي وشكل حواجبي يبقى مرسوم ومتسطر كده؟
طب انا عندي ضوافر رباني وبتطول رباني واقدر اهتم بيها رباني، ايه لازمه الهارد جيل؟ طيب ما هو الواحد بيجي عليه سن بيبقى عنده شويه خطوط تعبيريه، عنده شويه تجاعيد، برضو ايه المشكله؟ ما كل سن وليه حلاوته، ليه لازم اروح احقنها واخفيها واداريها؟ لكن في حالات، يعني انا مثلا عندي هالات غامقه جدا جدا، فدي حاجه شكلها بيبقى مؤرقني، ودي عندي للاسف وراثه. فممكن حد يفكر ان هو عايز مثلا ان هو يظبط الهالات دي، لكن اغير في خلقه ربنا، انفخ شفايفي، اغير في حواجبي، اركب هارد جيل، مش عارفه ايه وحاجات تانية يعني كتير قوي قوي. هي دي بصراحه اللي انا مش مقتنعه بيها ومضايقاني جدا، وزهقت من كتر الاعلانات اللي بتجيلي على الفيس، وزهقت من ان كل قعده ستات وبنات بتكون بتتكلم عن المواضيع دي. انا بفكر اعمل حواجبي، انا بفكر اعمل ضوافري، مين يعرف عياده تجميل مش عارفه فيها ايه كويس. يعني الموضوع بقى مسيطر علينا بطريقه غير طبيعيه، فالموضوع بصراحه بقى حاسس في نفسيتي اوفر يعني. فحبيت ان انا افضفض معاكم لمجرد الفضفاضه كده، مش لاقي حد اتكلم معاه، فقلت اتكلم معاكم عشان انتوا حبايبي، وكمان عشان اسمع رايكم. فاكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات، ولو عجبتكم فيديوهات بقى الفضفاضه دي قولوا لي، ونطلع نفضفض عن حاجات كتير جدا تانية في حياتنا.